مصر بقت بتصدر مهاجمين لفرنسا، سبحان مغير الاحوال. بعد مصطفى محمد في نانت اللي الدنيا السنه دي مش ماشيه معاه خالص وملخبطه على الاخر، لقينا فجاه الهافر الفرنسي بيعلن تعاقده مع احمد حسن كوكا. والصراحه يعني انا اتبسطت جدا. كوكا مش بينال الاحترام الكافي عموما في مصر، وده طبعا لان مردوده مع المنتخب طول الوقت كان ضعيف جدا، فالناس علمت عليه خلاص ان هو مهاجم مقلب. على الناحيه الثانيه بقى كوكا عنده مسيره احترافيه تعتبر مش وحشه، لعب في البرتغال واليونان وتركيا وكسب بطولات هناك، ولعب في انديه كبيره زي اولمبياكوس. لكن خطوه فرنسا بقى واللعب في واحد من الدوريات الخمسه الكبرى اكيد حاجه مختلفه، حتى لو الكلام ده في نادي بينافس على الهبوط. خطوه اكيد مهمه في مسيرته، ويمكن تكون هي المحطه الاهم ليه. الكلام ده وهو عنده 31 سنه، حد غيره يعني كان ممكن عادي جدا يفكر يرجع مصر، واعتقد ان ده كان اوبشن متاح قدامه، ولو كان عايز يرجع كان رجع على الاهلي او الزمالك او حتى بيراميدز، لكنه فضل يفضل في الاحتراف لاكبر وقت ممكن، وادي ربنا بيعوضه خير. واتمنى من كل قلبي تبقى خطوه موفقه ليه ويكمل في فرنسا سنتين ثلاثه. مش كل المحترفين هيبقوا صلاح، بس لازم يبقى عندك 100 كوكا عشان يطلع لك منهم صلاح.